عمرك حسيت ان معايير الداتا سنتر كتير ومتشابكه ودايما حاسس ان في لخبطه؟ خليني اقول لك حاجه مهمه، ده مش تعقيد، ده ثراء فني، لان كل الستاندردز بتشبه بعض في حاجات كتير، لان كل واحد فيهم يديك نظره بلينس مختلفه تقيم بيها كفاءه الداتا سنتر. والحقيقه مفيش ستاندردز افضل من التاني في المطلق، الاختلاف الحقيقي في فلسفه التفكير وطريقه صياغه المتطلبات. خلينا نفهم ده واحده واحده. تعالوا نبدا بابتايم انستيتيوت، وده كوميرشال ستاندرد. هنلاقي تركيزه مش على المعده ولا البراند ولا التفاصيل. ابتايم في النهايه بتبص على النتيجه النهائيه. بيقسم الداتا سنترز من تير 1 لتير 4 على اساس التوبولوجي. سؤال هنا صريح وواضح: هل التصميم بيستحمل الاعطال؟ هل في concurrent maintainability؟ هل النظام fault tolerant؟ ابتايم مهتم ب what will happen مش how to build it. نروح للناحيه الثانيه، TIA 942، وهنا الفلسفه مختلفه تماما. ده بريسكريبتيف ستاندرد، بيقول لك تعمل ايه خطوه بخطوه. مش بس بيركز على الكولينج والباور، لكن كمان بيركز على التليكوم والالكتريكال اركتكتشر، حتى كمان بيتكلم عن السايت سيلكشن. وبيصنف الداتا سنترز لريتس من ريت 1 لريت 4 مع تشيك ليست ومواصفات دقيقه لكل كومبوننت، وده مريح جدا للديزاينرز اللي بيكونوا محتاجين اطار هندسي واضح. طيب تعالوا نتكلم عن بيكسي 002. ده بيكون بيست براكتس جايد. ده بيجاوب على سؤال مهم: ازاي ننفذ التصميم صح. تفاصيل عميقه في الماب والكيبلينج وجوده التنفيذ، عشان كده غالبا بيكون مكمل مش بديل. نيجي للكود الاوروبي EN 50600. ده فريم ورك شمولي بيجمع ما بين الفيزيكال انفراستراكشر والاوبريشن مانجمنت في نفس الوثيقه. بيقسم الداتا سنتر لكلاسز من 1 ل 4، وبيكون في ربط مباشر ما بين التصميم ونضج التشغيل، وده اللي خلاه الاساس للايزو سلاش IEC 22237 الدولي. واخيرا المعايير المحليه في منطقتنا، ده مش اختيار، دايما المحلي بيغلب الدولي. في السعوديه مثلا هيئه CST بتحط نظم وقواعد للداتا سنتر، وفي مصر مثلا نترا، ودي مش بدايل عن المعايير العالميه، ولكنها مانداتوري بيز لاين للامتثال القانوني، وغالبا ادق في مراعاه الواقع البيئي واللوجستي. الخلاصه، القيمه مش في انك تختار ستاندرد واحد، القيمه في انك تفهم فلسفه كل ستاندرد وتبني ماتريكس تناسب مشروعك. التكامل بين المعايير هو اللي في الاخر بيخلق فاسيلتي قوي بيوازن ما بين الريليابيليتي والكومبلاينس والاوبريشنال اكسلنس. سؤالي ليك: هل بتختار الستاندرد عشان الشهاده ولا عشان نخدم دوره حياه التشغيل فعلا؟